النهاردة هنعمل مع بعض احلى والذ واهش كيكة ممكن تاكليها والطعم بجد خطير. الكيكة دي من غير حليب ولا بيض. ايوه زي ما سمعتي كده، ما فيهاش ولا حليب ولا بيض، ومكوناتها كلها اقتصادية جدا جدا وسهلة قوي وبسيطة جدا وكلها في الخلاط. وخطواتها انت هتشوفيها والله زي ما بقولك كده، ولا لبن ولا بيض، نهائي نهائي نهائي، وهشه معايا وعاليه جدا جدا زي ما انت شايفه الخرطه قد ايه. والبص من جوه بيضه وقشطه ازاي وشكلها جميل جدا، وما اقولكيش بقى على طعمها. بس قبل ما نبدا وصفتنا، لو اول مره تشوفوني انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. دلوقتي انا عندي هنا كوبايه كده اهو من السكر، وعندي كوبايه الا ربع من السمنه على الزيت، يعني يبقوا ده نصه وده نصه. تمام. وعندي خل، وعندي بقى المكونات اللي هي الجافه. عندي ربع معلقه كده من الملح صغيره، وعندي كيس بيكنج باودر او كيك شيف المتوفر عندك، وعندي ربع معلقه من سوري انا اسفه، انا قلت على الملح. كيس من الفانيليا. والحاجه المهمه جدا في الوصفه ربع معلقه بيكربونات. تمام. في بقى خطوه اختياريه اللي هي عندي معلقتين كبار من الكريم شانتيه، ده بيديني طعم حلو جدا جدا في الكيك بتاعي. لو انت مش متوفر عندك خلاص ما تحطيش، هي اختياريه مش اجباري يعني ان انت تحطيه. خلاص كده زي ما قلت لكم. المقادير بتاعتنا بقى كلها كده تبقى بنفس الكوبايه واحده مظبوطه، وهي هتاخد معانا حوالي من كوبايه لكوبايه ونص، من يعني كوبايه وربع كوبايه ونص للدقيق، حسب القوام بتاعها ما يتظبط. وبرده هقولك هتعملي ايه. دلوقتي الانسه جوري كانت مصممه ان هي تقعد على الرخامه وانا بعمل الحاجه، وعماله بقى تتكلم زي ما انا ما بتكلم، عايزه بقى ايه افتح لها قناه هي كمان عشان تطبخ لكم وصفاتها الجميله. دلوقتي انا حطيت كده اهو الزيت والسمنه، وحطيت السكر. هحط بقى معلقه صغيره كده اهو من الملح. لو بالمعلقه العاديه تبقى بمعلقه الاكل، معلقه كده حلوه، مش المعلقه الصغيره يعني، عشان المعلقه دي بتعادل معلقه الاكل. تمام، اللي هي الكبيره. وهحط اهو كوبايه برضو الا ربع كده اهو من الميه، وهضرب ده كله في الخلاط مع بعضه. تقدري انتي تعمليه بالويسك عادي كده في بوله، وايه تقلبي المكونات دي كلها كده اهو مع بعض اللي هي السايله. بعد كده تنزلي بالمكونات الجافه. وهنا كنت بحاول اقنع جوري انها ما تاخدش الحاجات اللي عمل بيها الكيك، بس هي كانت مصممه ان هي تشاركني الوصفه، وبصراحه عشان شاركتني فيها طلعت منتهى الجمال ورائعه بجد او خطيره قوي. دلوقتي انا بعد ما ضربت المكونات السائله كلها في الخلاط والقوام معايا اتظبط، ضفت عليه حوالي نص كوبايه كمان من الميه عشان كان تقيل شويه، وانا كنت لسه ما حطيتش الدقيق. هنا حطيت بقى كوبايه كبيره من الدقيق. انا خدتها على مرحلتين لان علبه الدقيق كانت مليانه، ما كنتش عارفه ان انا املى كوبايه مره واحده. وهحط المكونات اللي هي دي ربع معلقه من الملح، وربع ونص معلقه من البيكربوناتو، وكيس الكيك شيف، وكيس فانيليا، ومعلقتين كريم شانتيه. بعد ما ضربتهم كلهم في الخلاط، ومعلش خدت كمان نص كوبايه من الكوبايه المعياريه بتاعه الدقيق. يعني كده الكيكه دي احتاجت معايا كوبايه ونص من الدقيق المعياريه. لو انت عندك مج شاي ما عندكيش الكوبايه ديت، فهتستخدمي كوبايتين الا ربع. وهنا كنت جبت بقى الصينيه وحطيت لها ورقه زبده من تحت. لو مش متوفر عندك ورق زبده، تقدري ان انت تبطنيها عادي بالطريقه التقليديه، معلقه سمنه وترشي عليها رشه من الدقيق، وهتبقى معاكي فل. هنا وزعت بقى الخليط على الطبق الصغنون البايركس دوت وعلى الصينيه دي. لو انتي متوفر عندك قالب مثلا تحطيها في قالب مره واحده براحتك. اوكي، بس انا كنت بطنت الصينيه دي فحبيت ان انا اعمل فيها يعني على طول. هنا بقى كنت بعمل بالشوكه كده عشان لو في اي هوا جوه الكيك بتاعي يطلع منها. وهنا بقى طبعا وانا شغاله رحت ولعت الفرن بتاعي على درجه حراره 180، تسويه الكيك العادي بتاعنا خالص، ما فيش اي حاجه، هي كيكه عاديه جدا زي الكيك اللي احنا بناكله، بس دي من غير بيض ومن غير لبن. اوكي. هنا خلاص كانت استوت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دي. انا دي قطعتها بالسكينه عشان اشوفها، وهنا اختبرتها برضو بالخله. كانت استوت الحمد لله وكانت تمام قوي.
انا سبتها عشان هي عريت جامد، فحبيت ان انا اسويها سوا كويس عشان ما تبقاش من جوه نيه. سبتها ارتاحت كده 10 دقايق وبعد كده قلبتها. بصوا الصينيه مش لازقه ولا اي حاجه خالص، ما تقلقوش جدا. وبصوا ارتفاع الكيك عامل ازاي، بجد ريحتها خطيره قوي قوي وطعمها فظيع. انا ما ضفتش للوصفه دي ليمون، عشان انتوا طبعا عارفين انا في الليمون مع البيض بيبقى ايه لازم اضيفه، بس انا مش حاطه فيها بيض اصلا عشان اضيف لها الليمون. وشلت اهو الورقه، وبصوا شكلها عامل ازاي، بجد رهيبه 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 واقتصاديه وحلوه قوي، وتقدري تعمليها لو انت نفسك في الكيكه ومش متوفر عندك الكيك، يعني مش متوفر عندك يعني البيض او اللبن. وبرده لو مش متوفر عندك الكريم شانتيه مش لازم تحطيه خالص خالص يعني. بس بقى نقطعها كده مع بعض عشان اوريكم من جوه هي عامله ازاي، وكانت عاليه قد ايه، وكانت هشه، وبجد طعمها كان خطير، وريحتها كانت قلبة الدنيا خالص، وكانت فظيعه. هي على فكره كانت لسه سخنه لما انا قطعتها. وبصوا كانت متماسكه ازاي، واكيد شفتوا البخار وهو طالع يعني لما انا شلت الخرطه. ما شاء الله كانت تحفه بجد، لازم تجربيها. الوصفه هتعجبك جدا جدا جدا، وهتنبهري بالنتيجه بتاعتها وبالطريقه، بس انت تتبعي الخطوات اللي انا قلتلك عليها. هنا كده انا قلت بقى ان انا اخد منها يعني حته عشان ادوقها معاكم، عشان اشوف طعمها كان عامل ازاي، مع العلم يعني ان انا اصلا كلت الطبق الصغنون اللي انا كنت عاملاه. بصوا طريه ازاي، وبتتقطع معايا بمنتهى السهوله، وهشه من جوه ومفرغه وحلوه قوي قوي قوي، عامله زي الكيك الاسفنجي، تقدري تعملي بيها تورته والله من جمالها. فظيعه قوي. دقتها طعمها بجد روعة خالص وخطيرة. ان شاء الله الوصفة تكون عجبتك وتكون سهلة وسريعة بالنسبة لك، واتمنى انك تجربيها. ومعلش بقى انا خدت الخرطة عشان اكمل اكلي فيها. هشوفك في فيديو جديد بوصفة جديدة.